السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض كيكة البرتقال. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة وسريعة جدا جدا. خلاص هنعملها في الخلاط. طبعا مفيش اسهل من كده خالص، والنتيجة تحفة زي ما انتوا شايفين كده، مرتفعة جدا وهشة جدا. طعمها وريحتها فوق الروعة، بجد جربوها تعجبكم جدا، هتعتمدوها على طول. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة في الخلاط بتاعي كده نزلت بثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكمان عليهم معلقة كبيرة من بشر البرتقال. خلي بالكم ما توصلوش للطبقة البيضة علشان ما يمررش معاكم. وكمان نزلت بمعلقة كبيرة من الفانيليا السايلة او ممكن بودر، بس طبعا هتبقى رشة بسيطة. وكمان هنزل بكوباية وربع من السكر ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض. هخلط المكونات دي كلها ببعض كويس جدا في الخلاط، اتاكد ان هي اختلطت بشكل كويس. وبعد كده هبتدي ان انا انزل باقي المكونات السائله. انا منزلتش بيها كلها. هنزل بكوبايه من عصير البرتقال المتصفي، وتلات ارباع كوبايه من الزيت النباتي. خلاص، وبرده هخلطهم بشكل كويس جدا في الخلاط. وبعد ما حضرنا المكونات السائلة مع بعض، هنبتدي ان احنا نحضر المكونات الجافة زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بكوبايتين ونص من الدقيق المنخول. طبعا متفقين ان احنا على طول بننخل الدقيق، سواء في الكيكات او في المعجنات. مهم جدا الخطوة دي، بتدي نتيجة فعلا، بتفرق فعلا في النتيجة. خلاص. بعد كده، بعد ما نخلت كل كمية الدقيق اللي عندي، هنزل بمعلقتين كبار من النشا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبرضه هنخلهم بشكل كويس. بعد كده نزلت برشة بسيطة جدا خفيفة جدا من الملح، وبدوب الخليط الجاف بتاعي بشكل كويس جدا قبل ما اضيف عليه الخليط السائل. وبعد كده هنزل بالخليط السائل اللي انا حضرته معاكم في الخلاط، خلاص زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا ادوبه بشكل كويس جدا. لازم اخلطه بالمواد الجافة كويس جدا جدا. بعد كده بابتدي إن أنا أصُب الخليط بتاعي في صينية، طبعًا دهناها بمادة دهنية، وكمان مبطّناها بالدقيق كده زي ما أنتم شايفين. خلاص. وهادخّلها على فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180. هاحطها على الشبكة اللي في النُص. خلاص، مش هافتح الفرن خالص قبل نُص ساعة. بعد نُص ساعة بابتدي إن أنا أشيّك عليها كده بخلة الشيش طاووق، ولو مش مستوية من النُص فبادخّلها كمان 5 دقايق كده مع المتابعة. وهي يعني أخدت معايا نُص ساعة بالضبط، كانت مستوية وكويسة جدًا. وده شكل كيكة البرتقال بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن زي ما قُلت لكم بعد نُص ساعة بالضبط، يعني أخدت معايا أنا نُص ساعة. ممكن تفرق شوية على حسب نوع الفرن، ممكن تاخد أكتر من نُص ساعة ب5 دقايق كمان، مش أكتر من كده خالص. آمم، بس كده يعني ده شكلها بعد ما طلعت. طبعًا سِبتها تبرد شوية صغيّنانين أوي، بس برضه قطّعتها وهي سخنة شوية. عاوزة أقول لكم إنها كانت من أسرع الكيكات اللي أنا عملتها في حياتي، سريعة جدًا وخفيفة أوي، هشة زي ما أنتم شايفين كده، هشة جدًا ومرتفعة ما شاء الله. يعني بجد حلوة أوي، كمان ريحتها ريحة البرتقال كانت قالبة البيت، فظيعة بجد، جربوها على ضمانتي. وبس كده فيديو النهارده خلص، ووصفتنا كمان النهارده خلصت. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ووصفة النهارده تكون عجبتكم، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.